كل يوم بنصحى على صوت المنبه، نفتح الموبايل نشوف الدنيا وصلتنا لإيه. كل بيتحرك بسرعة، بنجري عشان نلحق شغلنا، مدارسنا، حياتنا اليومية اللي ما بقتش بتقف. قررت النهاردة أعمل حاجة مختلفة. قررت أجي حتى Anushka, how long you've been here? 8 years. How do you like it? Good. Beautiful place, right? Uzair Khan, انت باكستان. Hey, Pakistan. Khan, ايوه money ها. You from north? Yeah, north. North I am Pakistan, north. Khan, Yeah, huh? KPK. Okay, Yeah. okay. يلا, thank you very much for Yeah. today. I enjoyed the ride. What's your No, name? see you. Mido. 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 Where are you? I'm from Egypt. Egypt. Yes, I'm Nice an to Egyptian. meet you. Nice to meet you too, man. I'll see you. Bye bye. في الطريق قاعد بفكر انا ليه كل مره ببعد عن المدينه بحس ان انا اخيرا قادر اتنفس. الاماكن اللي زي حتى بتبقى فرصه بالنسبه لي ان انا اعيد التفكير في حياتي، مش بس مجرد هروب من الروتين والله، بس انا بحس ان هنا في فرصه ان انا الاقي اجوبه لاسئله كتير بتبقى جوايا وبتتوه مني في زحمه الحياه. كل ما قربت من الاماكن اللي زي دي بحس ان انا مستريح، والراحه دي بتزيد شيء فشيء. كل ما الطبيعه بتزيد كل ما الراحه بتزيد. الطبيعه كمان بتحسسني ان انا مش لوحدي، بتحسسني ان كل حاجه حواليا معايا في صفي، بنتاثر بنفس الحاجات، بنحس نفس الحاجات. انا بحب الطبيعه. الطبيعه بتخليني احس ان انا مش لوحدي، وان في حاجه اكبر حوالينا طول الوقت. ليه بنبعد عن الاماكن دي؟ ليه بنفضل ان احنا نعيش في المدن المريحه اللي احنا بنقول عليها مريحه، اللي هي عباره عن زحمه وقلق وسرعه، وننسى الاماكن اللي زي دي اللي بتخلينا فعلا حاسين بالانبساط، حاسين بالتواصل مع اللي حوالينا ومع نفسنا. اكتر حاجه بحب اعملها بفصل بجد، بشحن البطاريه كده واقدر ارجع للناس اللي هناك دي. الواحد محتاج يحاول يعمل اكتر الحاجه اللي هو بيحبها. مش لازم الناس بتحبه، مش هو اهم حاجه. الطبيعة مش بس مكان بنهرب ليه من الدنيا، الطبيعة هو مكان احنا بنلجأ له عشان نبص حوالينا ونكتشف ان في حاجات صغيرة كتير حوالينا احنا ما بنشوفهاش، وكتير من الوقت ما بنقدرهاش. نسمة الهوا دي، صوت المية، شكل الجبل، حاجات صغيرة قوي وممكن تكون بتعدي علينا في حياتنا اليومية، بس بننسى ان احنا ناخد بالنا منها وبننسى ان احنا نستمتع بيها. وهو ده السبب الحقيقي اللي انا باجي عشانه هنا. اهم حاجة انك كل فترة تقف مع نفسك وتسألها، انا مبسوط بجد؟ طب لو لا، ايه اللي بيبسطني؟ طب لو اعمله اكتر من كده؟ هو ده اللي لازم تسأله لنفسك، وده اللي لازم ترد عليه.